هو المصطفى بن الشيخ محمد فاضل القلقمي الإدريسي الحسني الملقب بماء العينين، وترجع النسب ديالو للإمام إدريس الأول. ومن بين الألقاب ديالو كذلك أبو عبد الله وأبو محمد وأبو الأنوار وأبو المودة. تزاد الشيخ ماء العينين يوم 8 فبراير 1831. كبر وتربى في كنف الأب ديالو اللي خدا عليه العلوم الشرعية والتصوف وحفظ القرآن وهو صغير، وكان من تلاميذ المجيد الدين في طلب العلوم وإتقانها، ولا مدرس ومفتي في مدرسة الأب ديالو. أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني خلق السماوات والأرض بالحق. الشيخ ماء العينين حج بيت الله الحرام ملي كانت عنده 28 سنة، ومكنته رحلة الحج أنه يطالع على أحوال العالم الإسلامي وتطور الحياة. عاصر الشيخ ماء العينين 5 ديال السلاطين العلويين، وكانت علاقته بهم وبأمراء الدولة والقادة ديالها علاقة وطيدة، وكان عندها أكثر من طابع، فهي علاقات روحية واجتماعية وسياسية. أول اتصال للشيخ بالسلاطين العلويين هو اللقاء اللي جمعوا بالسلطان أبو الفضل عبد الرحمن بن هشام بمكناس سنة 1859 وهو في طريقه للحج، واللقاء اللي جمعوا بخليفة السلطان في مراكش ولي العهد سيدي محمد بن عبد الرحمن. وفي سنة 1878 استقبلوا السلطان المولى الحسن الأول بمراكش بحفاوة كبيرة، وعينوا السلطان نائب عليه في الجنوب المغربي بظهير سلطاني بتاريخ 5 أبريل 1879، واللي ما يمكن يذكروه الانفصاليين إلا بالسكوت والحسرة، وهذا مضمونه. الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. يعلم من كتابنا هذا أسماه الله وأعز قدره، وجعل في الصالحات طيه ونشره، أننا استولينا بحول الله وقوته وشامل يمنه لحامله الفقيه سيدي بن فاضل ماء العينين السوسي الصحراوي تولية تامة شاملة على بلاد بني عمران بسوس الأقصى، ومن ورائهم بني جرار، وفوقهم من الجزوليين قبيلة بعد قبيلة من الأعرابيين بالصحراء كلهم من بني عمران إلى وادي نون إلى الساقية الحمراء للطرفاية إلى منتهى العمارة من إيالتنا لتلكم البلاد نائبها. أمر الله بأمرنا المعتز بالله أن يكونوا عند السمع والطاعة لكلمتنا حيث بانت لهم، وينصتوا لما فيها من الأمر والنهي، وأن الفقيه الشريف المذكور استوليناه عليهم ليكون نائبا عنا تولية شاملة شرعية بحمد الله، وعليه في ذلك بحسن السيرة وتقوى الله العظيم في السر والإعلان. وبذلك صدر الإعلام في ربيع الثاني عام 1296. وكان كل ما توجه الشيخ لملاقاة السلاطين كيتخصص ليه استقبال خاص كيبين قمة التقدير والاحترام اللي كانت للشيخ عند السلاطين وعامة الشعب. وتيحكي أحد الكتاب الصحراويين كيفاش أن الشيخ في إحدى المرات رفض ينزل في إقامة المامونية الفخمة في مراكش، من يعرف أن هذه الإقامة تينزلوا فيها عادة السفراء الأوروبيين، وعطى السلطان الأوامر ديالو أنه ينزل في دار أحد الوزراء ديالو. أسس الشيخ ماء العينين مدينة السمارة ابتداء من سنة 1888 بمساعدة السلطان الحسن الأول، واكتمل البناء ديالها سنة 1903، وولات السمارة مركز مهم لمقاومة التدخل الأجنبي. بعد وفاة السلطان الحسن الأول بايع الشيخ ماء العينين السلطان مولاي عبد العزيز على رأس وفد كبير من رؤساء القبائل الصحراوية. وفي الوقت اللي بدا المستعمر الفرنسي كيطمع في بلاد شنقيط، راسل الشيخ ماء العينين مختلف القبائل كيشجعها على الجهاد ومقاطعة النصارى، وكان حلقة وصل بين المجاهدين في الصحراء وإمارة المؤمنين في الشمال، وراسل السلطان باش يدعم المجاهدين بالسلاح والعتاد، وهذا اللي كان بالفعل. ودعم الشيخ لجهاد قبائل بلاد شنقيط للاستعمار الفرنسي مكنت المجاهدين أنهم يحققوا مجموعة من العمليات النوعية، في حال مقتل كبير الإدارة الاستعمارية كزافيي كوبولاني سنة 1903 ومعركة الميلان سنة 1908. وفي الساقية الحمراء والذهب قاوم الشيخ التدخل الإسباني وواجههم في معركة الداخلة سنة 1885، وألف بهذا الخصوص كتاب هداية من حار في أمر النصارى. وتيحكي محمد المختار السوسي في كتابه المعسول كيفاش أنه في عهد السلطان مولاي عبد العزيز عبرت فرنسا للمغرب على رفضها إرسال السلطان للأسلحة للمقاومين الصحراويين، واعتبرت أنه إذا قام السلطان بهذا الشيء فراه غادي تعتبر أن المغرب كيعلن الحرب على فرنسا وغادي تصدى للصحراويين عسكريا. ولكن رغم هذا الشيء قام السلطان بإرسال السلاح سرا كيف ما غنشوفوا من بعد. وتيحكي أنه في فاس تناقش عبد الكريم بن سليمان وزير الخارجية المغربي مع قنصل فرنسا غاياخ، اللي قال للوزير عبد الكريم أن المغرب ما عندوش يد على قبائل الصحراء. أشنو كانت ردة فعل الحكومة المغربية على تصريحات القنصل الفرنسي؟
في سنة 1776 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية استقلالها عن التاج البريطاني. سنة بعد ذلك سمح المغرب لمجموعة من الدول من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية بحرية التجارة في موانئه، ويعتبر بذلك أول البلدان التي اعترفت باستقلال الولايات المتحدة وسيادتها. لكن توقيع الاتفاقية الرسمية بين البلدين لم يتم إلا سنة 1786. كيف تعامل السلطان سيدي محمد بن عبد الله مع بطء الدبلوماسية الأمريكية هذا؟ ما هي المبادرات التي اتخذتها الولايات المتحدة لتسريع المحادثات؟ ما هي المراحل التي قطعتها الاتصالات بين البلدين؟ حقائق ومعلومات حصرية معززة بالأسماء والوثائق تجدونها في حلقة جديدة من تاريخ المغرب تحت عنوان إمبراطورية المغرب، أول بلد يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، قريباً على قناة المغرب العريق. بغات الحكومة المغربية أنها تكذب القنصل الفرنسي، فكتبات بهذا الموضوع للشيخ ماء العينين، اللي اعلن أن كل قبائل الصحراء حتى ما وراء شنقيط بايعات الملك مولاي عبد العزيز، وطلب الشيخ من الحكومة أنها تبعث للصحراء خليفة السلطان ومعاه ضهائر تعيين القياد اللي غيتكلموا باسم القبائل الكبرى. وفعلا توجهات بن فاس للسمارة في سنة 1905 بعثة كتكون من الشريف مولاي إدريس بن عبد الرحمن بن سليمان خليفة السلطان على الصحراء والوزير الفقيه محمد الحسن بن يعيش. وكانت مهمة هذه البعثة هي تسليم 14 ظهير تعيين أمراء وقياد على قبائل الصحراء المغربية كلها. وقدر الوزير بن يعيش عدد نواب القبائل الصحراوية من طرفاية حتى لنهر السنغال اللي كانت في استقبال البعثة في السمارة أكثر من 35 قبيلة. قدمات هذه القبائل الطاعة للسلطان المغرب مولاي عبد العزيز بواسطة مولاي إدريس الخليفة ديالو، وتابعات البعثة والجيش اللي كان معاها مع الشيخ ماء العينين تابعات الطريق داخل الصحراء باش تسلم لكل قبيلة الحصة ديالها من الأسلحة لمواجهة العدوان الأجنبي، واللي كانت في المجموع 500 بندقية وصلتها البعثة سرا في الباخرة الإسبانية اللي نقلتهم من الصويرة لطرفاية. ومني توصلوا كبار القبائل بالضهائر ديالهم طلب منهم الشيخ ماء العينين يدفعوا لخليفة السلطان الزكاة اللي في الذمة ديالهم واللي وصلت ل 1100 من الإبل. وهكذا توقفوا الفرنسيين عن مهاجمة القبائل الصحراوية من يعرفوا أنها عبرت على طاعتها الخليفة السلطان الشريف مولاي إدريس بن عبد الرحمن اللي بقى في الصحراء كخليفة للسلطان حتى الآخر أيام مولاي عبد الحفيظ. سنة 1910 وافى الأجل الشيخ ماء العينين بمدينة تيزنيت وفيها التدفن بعد حياة حافلة بخدمة الإسلام والوطن والمقاومة، كان فيها خير شاهد على مغربية الصحراء.